هذه الحالة النادرة في نوعية من الماعز الأمريكي أو الماعز المغمى عليه أو المتوتر العضلي، وهي متلازمة ميوتونيا الخلقية، وهي حالة وراثية قد تسبب تصلبها أو سقوطها. عند الإثارة أو الفزع تعد سلالة الماعز المتيبس المعروفة أيضاً باسم الماعز المتخشب واحدة من أكثر السلالات غرابة وتميزاً في عالم تربية الماعز. نشأت هذه السلالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر، ويعتقد أن أصلها يعود إلى مجموعة صغيرة من الماعز التي نقلت من ولاية تينيسي، مما يفسر تسميتها أحياناً بماعز تينيسي. وتتميز هذه السلالة بخاصية نادرة تجعل عضلاتها تتصلب مؤقتاً عند الشعور بالخوف أو المفاجأة، مما يؤدي إلى سقوطها بشكل كوميدي ولكنه غير مؤذٍ. تمتاز سلالة تينيسي ببنية جسدية قوية نسبياً مقارنة بالسلالات الأخرى من الماعز. تظهر هذه السلالة بألوان متنوعة منها الأبيض والأسود والرمادي والبني، مع وجود علامات ملونة مختلفة على الجسم. كما تمتاز برأس متوسط الحجم وآذان متدلية وعينين واسعتين تبرزان في الوجه بشكل واضح. وبالرغم من أن التخشب يبدو غريباً، إلا أن هذا السلوك لا يسبب أي ألم أو ضرر للحيوان. يرجع السلوك الفريد لسلالة تينيسي إلى حالة وراثية تعرف بمايوتونيا كونجينيتا، وهي اضطراب يؤثر على قدرة العضلات على الاسترخاء بعد انقباضها. وعند تعرض الماعز للإثارة أو الخوف تتصلب عضلاته لفترة تتراوح بين 5 إلى 20 ثانية، مما يؤدي إلى تجمده أو سقوطه مؤقتاً على الأرض. وتعد هذه الحالة آمنة وغير مهددة للحياة، وقد أثارت اهتمام العلماء وعشاق الحيوانات على حد سواء. إضافة إلى ذلك، فإن الطابع الهادئ للماعز وسهولة التعامل معه يجعله مناسباً للعيش في المزارع الصغيرة وللأغراض التعليمية. تربى سلالة تينيسي بشكل أساسي من أجل إنتاج اللحم، نظراً لجودة لحومها التي تعرف بكونها خالية من الدهون نسبياً وغنية بالبروتين. كما أن هذه الماعزة تظهر معدلات نمو جيدة وقدرة عالية على تحويل العلف إلى لحم، مما يجعلها سلالة اقتصادية محببة للمربين في أمريكا وبعض الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة هذه السلالة وسلوكها الفريد يمنحانها قيمة سوقية مرتفعة بين هواة تربية الحيوانات النادرة. تتمتع سلالة الماعز المتيبس بقدرة عالية على التكيف مع البيئات المختلفة، خصوصاً المناطق ذات المناخ المعتدل والجاف. وتظهر هذه الماعز مقاومة جيدة للأمراض الشائعة، إلى جانب انخفاض في معدلات النفوق بين الصغار، ما يعزز من جدواها الإنتاجية. وبفضل طبيعتها السلمية يمكن تربيتها في مجموعات دون الحاجة إلى وسائل حماية مكلفة، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً لصغار المزارعين والمنتجين المحليين. شهدت سلالة تينيسي خلال العقود الأخيرة اهتماماً علمياً متزايداً من قبل الباحثين في مجالات الطب البيطري وعلم الوراثة، نظراً لطبيعة اضطراب مايوتونيا ودوره في دراسة العضلات البشرية أيضاً. كما حظيت السلالة بشهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجذب مقاطع الفيديو التي تظهر تخشب الماعز ملايين المشاهدات، ما ساهم في زيادة الطلب عليها عالمياً. وبين الجاذبية العلمية والطرافة الطبيعية، تظل هذه السلالة واحدة من أغرب وأجمل السلالات التي أبدعتها الطبيعة والتربية البشرية.